تحت مرتعز محجوب. المندوبية السامية للتخطيط بالحسيمة كانت انطلاقة أطقم عدة لإنجاز الأشغال الخرائطية، وهي المرحلة الهامة التي تسبق عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى. الوجهة اليوم جمعت الروادي وبالضبط منطقة توسارت التي تعد من بين 564 منطقة إحصاء بإقليم الحسيمة، جلها مناطق جبلية صعبة المسالك. دارت المندوبيه الساميه للتخطيط واحد الاختبار ميداني اللي يبين بانه الباحث الاحصائي ممكن يحصي تقريبا واحد 160 اسره في ذاك 20 يوم اللي مخصصه للاحصاء. وعلى هذا الاساس تصوبت الاشغال الخرائطيه ما بين يونيو 2012 ودجنبر 2013. هذه الاشغال الخرائطيه تراعي اذن تقسيم التراب الوطني الى مناطق احصاء تضم 160 اسره، لذلك استعان الاعوان الخرائطيون في انجاز المهمه باعوان السلطه بالاضافه الى تعاون السكان. نقوم بضبط حدود الجماعه بالتنسيق مع السلطات المحليه على خرائط وصور الأقمار الاصطناعية اللي كتبين لنا الدور والتجمعات السكنية باش نكونوا ونحدوا مناطق إحصاء واضحة الحدود والمعالم. قال لنا هؤلاء الزوار أن عملية الإحصاء ستبدأ في شهر شتنبر المقبل. نتمنى أن ينعكس ذلك إيجابا على منطقتنا النائية، خاصة أننا نبعد عن الحسيمة بأزيد من 52 كيلومترا. لقاء ساكنة هذه المناطق النائية بالعالم الجبلي والقروي بالباحثين الإحصائيين في شهر شتنبر المقبل، بعد نهاية مرحلة الأشغال الخرائطية التي أسفرت عن تكوين أزيد من 48 ألف منطقة إحصاء على الصعيد الوطني.